العركة بدأت ومحتاجة نفس طويل. أول حاجة كده قبل العقوبات الأهلي طلع الصبح بيان إن هو بيشتكي اتحاد الكورة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية علشان يشوفوا مشكلة ماتش القمة ويحكموا فيها. فاللجنة الأولمبية ردت على الأهلي ببيان إن هم هيبصوا في المشكلة دي وتحديدا قبل ماتش بيراميدز عشان يطلعوا القرار بتاعهم. تقوم رابطة الأندية بقى مطلعة قرار إن الأهلي يعتبر منهزم في الماتش بتاع الزمالك ومقسوم منه 3 نقط للانسحاب، بس سايبين في الهامش كده في الاخر ان هم منتظرين قرار اللجنه الاولمبيه. وهنا انا عايز بس اقول كلام مهم، ان جمهور الاهلي لازم يتكاتف ولازم يكون ايد واحده في الموضوع ده. لو في يوم في ازمه بس سيبها علينا، والاهلي مش هيقع طول ما جمهوره موجود معاه. جمهور الاهلي اوعوا تنقسموا، اوعوا تقفوا ضد الاداره بتاعتكم في الوقت ده بالذات. بالرغم ان ممكن الواحد ينتقد قرارات في الاداره، بس الموقف ده تحديدا احنا لازم كلنا نكون ايد واحده ورا النادي. الاهلي دوله غير قابله للهدم.